وراجعت النقط دي وبرده لسه عندي امساك. اهلا بحضراتكم، معاكم دكتور انجي مجدي، اخصائيه العلاج الطبيعي، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنه. اقول لك 3 حلول اساسيه نعملهم. اول حاجه هاخد زيت زيتون. زيت الزيتون من الملينات الطبيعيه لان كله اوميجا 3 ودهون صحيه. هاخد زيت زيتون على السلطه، على الفول، على البطاطس المهروس، على اي حاجه ما بتتحطش على النار. وفي ناس بتوصل بيها ان انا بقول لها تاخد معلقه زيت زيتون على الريق زي كانها تاخد معلقه دواء. يبقى زيت الزيتون في السلطه وفي الفول المدمس وعلى البطاطس، على الجبنه القريش، او تاخديها معلقه على الريق زي الدواء. تاني حاجه معايا حل من حلول الامساك الخروب المغلي. الخروب المغلي على الريق، بصحى الصبح بغلي الخروب واغطيه واصفيه واغطيه واسيبه يبرد واشربه على الريق على معده فاضيه. سحر الامساك، وهتلاحظي تغيير كتير في دخولك للتويليت. تالت حاجه ودي تجربوها وعلى ضمانتي، هتجيبي 3 قراصيه وهتنقعيهم في الميه من بالليل في الثلاجه، وهتيجي تاني يوم الصبح تصفيهم وتاخديهم على معده فاضيه تماما قبل اي اكل. هتفرق جدا معاكي جدا في الامساك، هيفرق جدا معاكي في دخول التويليت. يبقى قلنا 3 حاجات للامساك غير الحاجات الجنرال، الميه والخضار والفاكهه والدايت المظبوط والرياضه والنوم. 3 حاجات اساسيه: زيت الزيتون، الخروب، القراصي. اي حد عندي في العياده عنده ثبات وزن واساله دخلت التويليت بتدخل التويليت بانتظام يقول لي لا انا عندي امساك، اقول له جرب ال3 حاجات دول. مش لازم اجربهم مع بعض، ممكن اسبوع اجرب زيت الزيتون لقيت نفسي اتحسنت خلاص، اسبوع اجرب الخروب، اسبوع اجرب القراصيه. بس القراصيه من الحاجات القويه جدا 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 في الدايت. ما تاخدوش ملينات، لو خدت ملين هتتعود عليها ومش هتدخل التويليت الا بيها. وانا مش عايزه اوصل لمراحل العلاجيه وان انا بعد الشر بعد كده اوصل ان انا اضطر اخد حقنه شرجيه او ادخل المستشفى والمشاكل الكتير بتاعه الامساك. يبقى احنا قلنا اهم حاجه اراجع نفسي، اشوف اللايف ستايل بتاعي مظبوط ولا لا، بشرب ميه كفايه ولا لا، باكل سلطه ولا لا، لان في ناس من كتر ما بتعمل دايت بتزهق من السلطه. والخضار مهم والالياف مهم، وما تقطعش السلطه كلها كده. كل الطماطم والفلفل والجرجير والخيار كده بايديك، مش لازم تقطعه سلطه. الفاكهه وخاصه البرتقال والتفاح والبطيخ اليافه كتير. وبعد كده بقى اعمل ال3 طرق دول اللي بيحلوا معايا مشكله الامساك نهائيا.